شفتوا اللي انا شفته؟ ستيفيا دبي شوكليت. عايزين نعرف الكنافه بيستاشيو دي كام كالوري؟ ستيفيا كنافه بيستاشيو بالشوكولاته، لا الموضوع يعني جامد، جبل من الشوكولاته. حبايبي حبايبي يا جماعه، انا بطلت سكر خلاص بعد العظمه دي، انا بطلت سكر. يا لهوي يا جدعان، بجد يا جماعه انا مش مصدق ان دي ستيفيا. بصوا الشكل من جوه عامل ازاي. يا بختكم يا مرضى السكر، الدنيا هتبقى خراب. اوبا، ازيكم يا اخواتي؟ بقالي كتير قوي ما صورتش فيديوهات. المهم النهارده جاي لكم بفيديو مختلف تماما. من شهر ونص تقريبا قررت ابطل سكر، والجراحه حلوه مفيش كلام يا توني، فلازم يكون في عوامل مساعده. كنت مع صاحبي كده في احد المراكز، ولقيت عندهم نوع شوكولاته كده مكتوب انها شوكولاته دارك بسكر الاستيفيا، وبتفيد في الرجيم او عموما يعني لو انت مش عايز تاكل شوكولاته بسكر. وبيني وما بينكم انا مش بطيء الشوكولاته الدارك عشان تبقوا فاهمين، فقلت اجربها. كانت واحده كده سعرها تقريبا 20 جنيه 25 جنيه، قلت والله رخيصه تمام اجربها كده واشوف طعمها عامل ازاي. والمفاجاه بقى كانت هنا انها عجبتني قوي. يعني طعم السكر موجود وسكر ستيفيا طبيعي، والشوكولاته الدارك مش مضايقاني خالص، فعجبتني. قعدت ادور عليهم كده لحد ما لقيتهم في بعض الاماكن موجودين، يعني ممكن تلاقيهم في السوبر ماركت، مركز طبي مثلا، الكلام ده. وجربت منهم بقى كذا طعم وعجبني الموضوع، فحاولت اتوصل ليهم، عايز اعرف الشركه المصريه دي بتقدم ايه منتجات تاني، الدنيا ايه عندهم. وتواصلت معاهم فعلا بالصدفه البحته، ولما حكيت لهم قصتي عجبهم الحوار، وقالوا لي لو يبعتوا لي بوكس كده هديه فيه الشوكولاتات. طبعا الفيديو ده مش دعائي، يعني هم مش دافعين لي فلوس عشان اقول الكلام ده والله خالص، دي تجربه كحسن بيور تماما. وما كنتش هصور البوكس، بس الصراحه حسيت اللي هو لو في حد حابب يبتدي زيي او يجرب الموضوع ممكن يعجبه، ليه لا؟ خصوصا ان الاسعار بتاعته مش اوفر خالص، لا اسعار حلوه جدا. هوبا، جالنا البوكس الهديه يا اخواتي، وفي انواع كتيره المفروض، يعني انا ما اعرفش لسه ما فتحش البوكس. عملت لايك ولا ما عملتش؟ لا ده انا هقطع بيها بس مش عشان حاجه. اعمل بقى لايك كده ومتابع اخويا ما تكسفنيش. فتحناها كده، لا نطلع بقى اللي فيها. بسم الله، بس كده يلا في داهيه. نبدا نطلع. وده اخر حاجه هنجربها، ما اعرفش ايه بس شكلها كده قيمها فاسيبها في الاخر. طب تعالوا نعرف ايه الشركه دي. اسمها زيرو، ده اللوجو بتاعها، والله ما دعايه تمام. انا بجربها والله زيكم وعجبني الموضوع. لو لاحظتوا كده ستيفيا دارك شوكليت، ما شاء الله انواع كتيره قوي، جبل من الشوكولاته. حبايبي حبايبي ماشي. في طبعا ميلتي بروتين بار وبروتين بار وحاجات كده، كنافه بيستاشيو وحاجات كده حلوه. اكلك منين يا بطه؟ ماشي تعالوا نبتدي بالبروتين بار. ناخد واحد من كل واحد، طبعا مش هقدر اجرب كله، انا هعرض لكم الحاجات ونجرب عشوائي. في الميلتي بروتين بار عندهم تقريبا 4 انواع، بالفول السوداني والبندق والبيستاشيو وجوز الهند. تعالوا نبتدي بمعشوقة الجماهير البيستاشيو. قبل ما نبتدي كده، الميلتي بروتين دي المفروض كالوريز 246 زي ما هم كاتبين. طبعا التغليف بتاعها عجبني الصراحه. اوكي، ده الشكل بتاعها. بسم الله. والله حلو قوي. سعرها تقريبا 50 جنيه. تعالوا نجرب واحده كمان اللي هي بالبندق. سعرها برضو اي واحده فيهم، اي نكهه فيهم سعرها حوالي 50 جنيه. ممكن تلاقيها ازيد شويه لان ممكن المكان اللي بيعرضها او بيبيعها بيعلي السعر شويه. اللي بالبندق اقوى بكتير تصدقوا. الباقي بقى اتسلى بيه مع نفسي. تعالوا بقى للشوكولاته، موضوعنا اساسي النهارده. هم عندهم منهم حجمين، شوكولاته حجمها 20 جرام و40 جرام. سعر ال 20 جرام في حدود 20 او 25 جنيه، وال 40 جرام في حدود 40 ل 45 جنيه. دي الكالوري بتاعتها عامله كام؟ ال 20 جرام دي عامله 88 كالوري. لو قلنا دي الدبل يعني دي عامله 190 كالوري بس، لانها زي ما انتم شايفين كده ستيفيا شوكليت ميلك زيرو شوجر. طب ايه النكهات او ايه الاطعمه بتاعتها؟ بالكاجو، باللوز، ميلك شوكليت، الفول السوداني، الكوكيز. لان مش هقدر ادوق كل ده، تعالوا ندوق اللي بالفول السوداني بقى المره دي، نغير. ده الشكل بتاعها. دي عامله يا جماعه 20 او 25 جنيه. انا شايفها مش وحش خالص خالص خالص. تحفه يا جماعه، وسكر باين قوي ولذيذه خالص، ولا فيها مراره ولا اي حاجه، خطيره. نجرب الميلك شوكليت. يا عيني ريكومندد جدا. طب تعالوا نفصل بالعلبه دي اللي انا ما رضيتش افتحها. مكتوب طبعا برضو ستيفيا دارك شوكليت، وده اللوجو بتاعهم. يا جماعه انا بطلت سكر خلاص بعد العظمه دي، انا بطلت سكر. انواع كتيره قوي هنعرضها دلوقتي، باللوز، بالفراوله، بالبندق، بالقهوه، بالفستق، بالكاجو، راسبيري ولوز، واخيرا الدارك شوكليت الساده. طبعا انا مش هقدر اجرب كل الانواع دي كتيره قوي، احنا ممكن نجرب بس ايه مثلا القهوه لان انا متحمس ادوق طعمها، وممكن نجرب اللي بالراسبيري واللوز. البيستاشيو بتندهني، انا اسف، والبيستاشيو برضه. طب السعرات والسعر بتاع الكلام ده يا عم توني عامل كام؟ بصوا زي ما قلت لكم الاسعار
الاسعار مختلفه شويه عندهم حسب المكان اللي انت هتجيب منه. انت ممكن تجيب من ده تقريبا من فوق ال 60 جنيه، 70 جنيه بقى، 80 جنيه، انت ورزقك فيما فوق. طب الكالوري بتاعته عامله كام؟ ال 20 جرام هنا مثلا عامله 92 كالوري، ودي 85 جرام، فهنا تقريبا 85 جرام يعني انت بتتكلموا في سكه 400 وشويه كالوري. فطبعا هي هتختلف، يعني مثلا هنيجي هنا دي ايه؟ دي القهوه ال 85 جرام عامله 324 كالوري، فهي افريج يعني من 324 وبتعلى بقى لحد ممكن لا توصل لاقصى حاجه مثلا ايه 460 كالوري حاجه كده، فبرضه مش وحش خالص. تعالوا نجرب اللي بالبن. الباكجنج بتاعهم يا جماعه والله فخر ان ده منتج مصري، فخر. الباكجنج بتاعهم خطير خطير خطير، وتفتح كده عظمه. ده الحجم، تعالوا نقول بسم الله. طعم القهوه باين فيه قوي، وعايز اقول لكم عجبني والله العظيم. طعم القهوه قوي وواضح جدا، عشاق القهوه هيتبسطوا قوي. يعني سكر ستيفيا وقهوه مفيش اكتر من كده. طب تعالوا ندوق اللي بالبيستاشيو، انا اتحمست. الحجم بتاعها بصوا قد كف الايد، محترمه الصراحه. الظهر بتاعها فيه قطع بيستاشيو فعلا. لا هنا محتاجين يزودوا قطع البيستاشيو شويه بصراحه، مش هكذب عليكم. الراسبيري واللوز، بصوا الظهر بقى بيبقى عامل ازاي، يبقى فيه بقى ايه حبوب اللوز والراسبيري. اللوز عظمه عظمه يا جدعان والله. لا عايش حتى الان بامانه الله مفيش حاجه وحشه. تعالوا بقى للي كنت شايلهم في الاخر، مجموعه دبي الاعظم. ستيفيا وايت شوكليت، ستيفيا دبي شوكليت، وستيفيا دبي شوكليت، بس المره دي بجوز الهند. انا هموت على الكنافه بيستاشيو، ما فيهاش كلام اكيد. عايزين نعرف الكنافه بيستاشيو دي كام كالوري. بصوا يا اخواتي، ال 20 جرام ب 122 ونص كالوري، يعني بتتكلم ان دي وزنها 100 جرام، يعني في 5 يعني 615 620 كالوري يعني الموضوع بدأ يزيد. بس ستيل يا جماعه، ستيفيا كنافه بيستاشيو بالشوكولاته، لا الموضوع يعني جامد. تعالوا نشوف الباكجينج. طبعا التغليف بتاعهم عالمي. بصوا ده بقى الحجم النهائي، دي تقريبا سعرها عندهم عامله يا جماعه 150 جنيه تقريبا. تعالوا بقى ايه نفتح كده من النص. شفتوا اللي انا شفته؟ انا لسه ما شفتش. يا خبر ابيض، شكل البيستاشيو يا جماعه باين قوي، والكنافه لا شكلها خطير. تعالوا نقول بسم الله. واو، يا لهوي يا جدعان، قرمشة الكنافه وطعم البيستاشيو واضح، خطيره 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 بجد يا جماعه. انا مش مصدق ان دي ستيفيا. تعالوا بقى للوايت تشوكلت منها. بص الشكل من جوه عامل ازاي. الوايت تشوكلت بتاعتهم خطيره. دي استيفيا ازاي؟ حد يقول لي، انا مش فاهم. اخيرا بقى استيفيا ميلك تشوكلت بالكوكونات، جوز الهند. ده الشكل بتاعها، فيها كنافه بجوز الهند. لا اللاين بتاعهم ده عالمي، عالمي يا جماعه. اي حاجه كنافه بيستاشيو عندهم مرعبه بصراحه. خلاصه براند زيرو بالنسبه لي براند بيقدم منتجات محترمه بصراحه، طعمها حلو قوي. طبعا مش معنى ده اللي احنا ندوس فيها، لا ما انت ما تغمقش قوي برضه، كل حاجه اكيد ليها حد، ولكن انك عملت جريمه في المنتجات دي ارحم بكتير من اللي انت تعمل جريمه في شوكولاته بكميه كبيره من السكر العادي اللي احنا بنستخدمه. هنا ارحم بكتير. يا بختكم يا مرضى السكر، الدنيا هتبقى خراب. بس يا اخواتي ده كان فيديو النهارده، لو عجبك ما تنساش تعمل لايك ومتابعه لو مش عامل عشان يوصل لك كل جديد. انا بحبكم في الله يا اخواتي، اوعوا تنسوا تذكروا الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.